تخيل إن في حيوانات كانت عايشة على الأرض زيها زي أي كائن تاني وفجأة اختفت بشكل غامض بدون أي تفسير واضح. هحكي لكم النهاردة عن 5 حيوانات انقرضوا، وكل حيوان منهم وراه قصة غريبة ومحيرة. نمر تازمانيا. لا، أنا مش بكلمك على تاز المشاكس، ده حيوان شبه الكلب لكن جسمه مليان خطوط زي النمر، وفكه قوي جدا لدرجة إن كان يقدر يفتح بقه بزاوية 90 درجة. نمر تازمانيا كان منتشر في أستراليا وتازمانيا، وكان المفترس الأول في المنطقة. إنما للأسف لما البشر وصلوا لأستراليا الصيادين شافوا فيه تهديد كبير للماشية، فعملوا مكافآت لأي حد يقدر يصطاده، وفعلا بدأوا يصطادوه بكميات كبيرة. آخر نمر تازمانيا توفى في حديقة حيوان هوبارت سنة 1936. وبالرغم من كل ده الناس بتقول إنها لسه بتشوفه في الغابات، وفي تسجيلات غير مؤكدة بتأكد وجوده. تفتكروا هل النمر ده لسه عايش في مكان مخفي ولا انقرض بالفعل؟ عصفور الدودو. ممكن تكون شفته قبل كده في كرتون أو حاجة، بس الكائن ده كان موجود في جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندي. كان عنده جناحات صغيرة كده بس ما كانش بيطير. تخيلوا الكائن البريء ده كان عايش في سلام لحد ما وصلوا البحارة الأوروبيين للجزيرة في القرن ال17. الدودو ما كانش بيخاف من البشر، وده كان سبب هلاكه. البحارة كانوا بيصطادوه بسهولة، ومعاهم حيوانات بتساعدهم زي الكلاب اللي دمرت أعشاشه. الغريب إن بعد حوالي 100 سنة من اكتشافه الدودو اختفى تماما. العلماء بيقولوا إن البشر هم السبب في انقراضه، لكن هل كان في حاجة احنا ما نعرفهاش زي مرض أو وباء غير معروف؟ لأنهم كلهم اختفوا مرة واحدة. الماموس الصوفي كائن شبه الفيل بس مغطى بشعر كثيف، وكان عايش في العصر الجليدي. طبعا كلنا شفنا ايس ايج وعارفين شكله. كان الماموس بيقدر يتكيف مع البرد بفضل الفرو الضخم اللي بيغطيه. انما الغريب انه بالرغم من انه كان عنده القدرة دي الا انه بدأ ينقرض بشكل مفاجئ. اخر ماموس صوفي عاش في جزيرة صغيرة في سيبيريا من حوالي 4000 سنة، يعني كان عايش في نفس الوقت اللي البشر كانوا بيبنوا فيه الأهرامات. إيه اللي حصل عشان يخليه ينقرض؟ التغيرات المناخية ولا كان في صيد جائر؟ في نظريات بتقول إن في وباء غامض خلص عليهم. الضفدع الذهبي كان صغير وجميل، لونه زي الذهب اللي بيلمع، وكان موجود في غابات كوستاريكا المطيرة. الغريب إن الضفدع ده كان عايش بشكل طبيعي جدا لحد سنة 1989، وفجأة ما عادش ليه أثر. العلماء فضلوا يدوروا عليه سنين طويلة، إنما محدش لاقي له أثر لحد دلوقتي. التفسير الشائع لده إن التغيرات المناخية هي اللي أثرت على بيئته، وفي تفسير تاني إن في مرض فطري انتشر بين البرمائيات وهو اللي قضى عليه، لكن مفيش إجابة واضحة لحد دلوقتي. البقر الوحشي ده كان حيوان مخيف شوية بحجم ضخم وقرون كبيرة. كان عايش في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، وكان جزء مهم من حياة الإنسان القديم سواء في الصيد أو في الرسومات على الكهوف. لكن الغريب إنه انقرض تدريجيا لحد ما آخر بقر وحشي مات في بولندا سنة 1627، والسبب الصيد الجائر وتدمير البيئات الطبيعية بتاعته. إنما اللي بيزود الغموض إنه إزاي حيوان قوي زي ده وصعب إنه ينقرض بالسرعة دي انقرض فجأة كده مرة واحدة. في علماء حاليا بيحاولوا يرجعوا النوع ده من خلال تهجين سلالات مختلفة من الأبقار. يا ترى هيقدروا يوصلوا للسلالة دي من جديد؟ وكده شفنا إن الحيوانات اللي بتختفي مش دايما بتكون ليها أسباب واضحة، في غموض وآثار بتفضل مستمرة لسنين طويلة، وممكن يكون في حيوانات لسه موجودة إحنا ما نعرفهاش. قولولي في التعليقات أي حيوان من دول عجبكم أكتر وتتمنى إن هو يرجع. ويا ترى هل ممكن تكون الحيوانات دي عايشة بس مستخبية عننا؟ لو عجبك الفيديو ده اتفرج على الفيديو اللي على اليمين بيتكلم عن أغرب القهوة اللي موجودة في العالم وهي من صنع الحيوانات، او اتفرج على الفيديو اللي على الشمال وده فيديو اليوتيوب اختارهولك. كان معاكم مستا، وسلام.